حسن الصباح بعد ما رجع إيران بدأ يكون تنظيم سياسي وعسكري مش قائم على دولة تقليدية، لكنه قايم على شبكة من القلاع والحصون على امتداد الدولة السلجوقية السنية اللي كانت في إيران وسوريا في الوقت ده. وباعتبارنا بقى بنتكلم عن القلاع والحصون، كانت قلعة الموت من أشهر معاقل حسن الصباح. قلعة الموت اسمها الفارسي معناها عش النسر. قلعة الموت ما كانتش مجرد قلعة عادية، لا دي كانت اختيار جغرافي عبقري جدا، مبنية فوق جبل شديد الانحدار صعب الوصول إليه، وكأن الجبل يعني بيدافع عنها. وبموقعها كده ممكن نقول إن حسن الصباح كأنه استخدم الجغرافيا بدل الجيش، وخلى الجبل نفسه هو اللي يتولى عملية الدفاع. وعلى الرغم إن قلعة الموت دي بتعكس مظاهر قوة حسن الصباح، لكنها في الحقيقة استولى عليها حسن الصباح من حاكمها الحاكم العلوي، وده بجملة كده أعماله اللي كانت خارج إطار منطق الشرعية. الحركة اللي تزعمها حسن الصباح ما كانتش مجرد حركة تأييدية لفكرة معينة، لكنها مع الوقت اتحولت لتنظيم سياسي دموي، ومن هنا بقى بدأت سياسة الاغتيالات تنطلق من قلعة الموت.